واللي مؤمن بأن الإنسان إذا فسدت البيئة المحاطة به عليه أن يحتمي بعقله، ودايما يكون رشيد في استهلاكه ومتحكم في شهواته بقدر المستطاع، عشان إذا استسلم ليها هيتحول لحيوان غريزي مفرط في كل شيء، ياكل بشراهة، يجمع فلوس بشراهة، ويمارس غرايزه الجنسية بشراهة لحد ما يفقد متعته اللي مستنيها من كل غريزة طبيعية. طبعا يا شقيق، شخصية زي شخصية مصطفى التعظي بتتعرض للنقد من كل اللي حواليه، وأولهم أخوه الكبير عاصي اللي فاتح صيدلية بيبيع فيها دواء للناس، ولكنه بينصح أخوه يكون حرامي أشرف له بدل ما يبقى ماشي بالعجلة ويروح يسكن في أوضة في سطوح. ولكن مستطاع لسه متمسك بمبادئه وأفكاره ومحتمي بعقله رغم فساد البيئة. مستطاع يا شقيق كان ليه بعض التأثير على تلامذته في الفصل، اللي بتخليهم واحدة واحدة هم كمان يعتنقوا مبادئه ويقطعوا كانتين المدرسة اللي غلي عليهم وبيتباع فيه الحاجة بالأسعار السياحية. فالمدرس المسؤول عن الكانتين بيجي يتخانق مع مستطاع، ولكن مستطاع في اللحظة دي بيخلي الطلبة هم اللي يردوا على المدرس. وطبعا اللي حصل ما يتسكتش عليه، لأن مستطاع خلى الطلبة تفكر، خلاهم يرفضوا شيء مش عاجبهم، خلاهم يعتنقوا مبدأ إذا غلى علي شيء تركته، خلاهم أساسا يستغنوا عن حاجة هي أصلا مش من ضروريات حياتهم. فإذا مستطاع مرتبه لازم يتوقف ويتحقق معاه تحقيق رسمي. المشكلة الكبرى في التحقيق الرسمي ده يا شقيق إن مستطاع ما كانش عارف مين اللي بيحقق معاه، هل هي جهة قانونية زي النيابة مثلا أو جهة أمنية عليا، ولا ده المجتمع ذات نفسه. المجتمع هو اللي بيحقق معاه عشان حس منه بالخطر. وهنا بتظهر سخرية محمود أبو زيد المؤلف من المجتمع لما بيخلي المحقق يسأل مستطاع الأسئلة دي. سين، هل أنت تلقن التلاميذ المبادئ الشيوعية؟ إيه هي المبادئ الشيوعية الأول؟ لو سمحت جاوب على قد السؤال، بآه أو لا. ده تحقيق إيه؟ يبقى لا. سين، هل أنت تحض التلاميذ على التطرف في الزهد والتصوف وحمل الجنازير؟ جنازير إيه؟ هو في شيوعي متصوف؟ أرجوك الإجابة على قد السؤال. يا فندم أنا صاحب مبدأ في الحياة. كمان أنا بحارب الغلاء بالاستغناء. وفي لحظة تانية المحقق بيتهم مستطاع بشيء واحد بس، إنه صاحب مبدأ. وطبعا مستطاع بيتخض ويقول له هي دي تهمة، فالمحقق بيفهمه